الحمد لله حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياك الله شيخنا. سهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين. حياكم الله شيخنا. بداية شيخنا، التربية الإسلامية اهتمت بصلاح القلب وصفائه، وفي ذات الوقت أيضا أعطت القلب دور القيادة والريادة، والقلب هو المحور والمركز، وكما قيل في ذلك: وكل قلب بما فيه ينضح. وأيضا كما قال الغزالي أن الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك أو استعمال المالك للعبد. بداية شيخنا، لماذا سمي القلب بهذا الاسم، وما هو الدعاء الوارد في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لموضوع القلب وأعماله، يعتبر من الموضوعات الكبيرة والمهمة، لها تعلق بالإيمان، ولها تعلق كذلك بالأعمال، ولها تعلق بالأخلاق، ولها تعلق بتزكية النفوس. وبالتالي تلاحظ بأن القرآن الكريم اهتم اهتماما كبيرا بهذا الأمر. الحديث عن القلب احتل مساحة واسعة وبأكثر من مصطلح، فبمصطلح أو بمفردة القلب والقلوب تحدث القرآن الكريم في أكثر من 130 موضع عن هذا المسمى أو عن هذا الأمر، أي القلب والقلوب. وإذا أضفت إليه المترادفات أو ما يشبه هذا الأمر، قضايا الصدور وقضايا الألباب وقضايا الفؤاد، ستتسع معك مساحة الحديث عن هذا الموضوع لتصل أو تتجاوز 200 تقريبا موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هنالك اهتمام بالغ بموضوع القلب في القرآن الكريم، ولا بد حقيقة أن يقف الإنسان مع هذه المفردة القرآنية التي تحتل هذه العظمة. قبل أن ندخل إلى التفاصيل في موضوع القلب ومسألة لماذا سمي القلب بهذا الاسم، نلاحظ أن المفردة في اللغة العربية تحتمل معنيين أساسيين. عندما تقول أنت قلب الشيء، تتحدث عن لبه وجوهره. لب الشجرة أو قلب الشجرة، وتأخذ بعد ذلك حتى في المعنويات فتقول لب المعركة وقلب المعركة، أي جوهرها ولبها. فتقول قلب المسألة وجوهر المسألة، لب المسألة، وهكذا. فتعبر عن الجوهر الخالص الصافي العميق الذي يتوسط الشيء في المعنويات والماديات. هذا جانب. الجانب الثاني للمعنى اللغوي هو قلب الشيء وتقلبه. يعني إذا قلبت الصفحة، تقول أقلب الصفحة، معناها حولتها من جهة إلى إيه؟ إلى جهة. أو قلب الشيء يمين ويسار. قلب الشيء يمين ويسار. فبعضهم قال بأن والله سمي القلب لتقلبه، تقلب الإرادات والعزائم والاعتقادات. القلب عبارة عن مرجل يغلي في داخله كل هذه الأشياء. وهنا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث الذي يقول فيه يعني يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذا النوع من التقلب
هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو تعوذ منه بقوله عليه الصلاة والسلام: يا مثبت القلوب أو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. فالقلب يتقلب بطبيعة الحال، والتقلب يحصل هنا في جوهره، في لبه، يحصل في لبه. فهنالك على كل ربط ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في موضوع القلب. لو انتقلنا من المعنى اللغوي إلى المعنى القرآني، القرآن الكريم ذكرت بأنه اهتم بموضوع القلب اهتماما بالغا، حيث الاهتمام به وتطهيره وتزكيته والارتقاء به، واعتبره مركز كما تفضلت، كما اعتبر الإمام الغزالي، اعتبره مركز للجوارح، فهو كالملك الذي يوجه مملكته. وهذا نجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا القلب هو المركز الذي يوجه كل هذه الأعضاء والجوارح والألسن والاعتقادات، مركز القيادة. مركز القيادة. في القرآن الكريم استخدم وردت مفردة القلب في كل السياقات التي تحدثنا عنها من حيث الكثرة. هنالك 3 معاني تقريبا يدور حولها مفهوم القلب في القرآن الكريم. أحيانا يرد بالمعنى العيني للقلب، اللي هو المعنى العضوي بحد ذاته، يعني بحد ذاته القلب الذي هو القلوب التي في الصدور. إنه لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فهنا يتكلم عن المضغة التي داخل صدر هذا الإنسان، وبالتالي تكلم عن عين القلب. هذا واحد. يتكلم عن القلب باعتباره أيضا الرأي، كما قال الله تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي آراؤهم ومواقفهم ومنطلقاتهم تعتبر شتى، فهذا عبر عنها عن القلوب. هنا شيخنا يجينا سؤال، إنه هل القلب يفكر، أو هل يوجد تفكير في القلب غير العقل؟ هي على كل دي قصة طويلة، يعني مسألة مركز العقل، هل هو مركز العقل المخ أم مركز العقل القلب؟ هذه قصة على كل قد يكون المشاهد الآن يعني لا تعنيه كثيرا يعني، لكن هي منهم من اعتبر أن مركز العقل هو المخ، ومنهم من اعتبر مركز العقل هو القلب. لكن القرآن الكريم عموما يربط ما بين فاعلية القلب والعقل ليؤدي بنا إلى مفهوم التعقل. هنالك حالة من التشابك والترابط بين عمل المخ وعمل القلب، ويؤدي إلى فيما بينهم إلى ما نسميه نحن بالتعقل. مثل الله سبحانه وتعالى يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، فينسب الفقه إلى إلى القلب، ينسبه إلى القلب. لكن هذه ليست في رأيي موضوع طويل شوي، لكن خلينا نقف مع المفردة القرآنية في مسألة القلب. أنه عين المضخة المعروفة عندنا اللي هو القلب الذي داخل الصدر، كذلك القلب بمعنى الرأي، والقلب بمعنى العقل. سبحان الله، لما تربط بين هذه الثلاث ستلاحظ بأن سؤال العقل ومركزه فعلا متشابك، إشارة إلى القلب كمضخة عضوية، وإشارة إلى العقل، وإشارة كذلك إلى ما ينتج عن ذلك هو الرأي. فالقرآن الكريم أشار إلى الثلاث، فالعقل بمعنى العضو المعروف الآن في الصدر، والقلب بمعنى العقل والتعقل. وهذا في قوله تبارك وتعالى: لمن كان له قلب أو ألقى السمع. هنا القلب تعني العقل، من كان يعقل ما يسمع. فإذا تليت آيات الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقلب هنا ليس القلب المضخة المعروفة، لأنه كل الناس الذين يسمعون القرآن لهم هذا الجانب، لكن ما الذي يفتقدون إلى مسألة تعقل القلب لذلك. فهذه الثلاثة سبحان الله هي مدارات المفردة القرآنية في كتاب الله سبحانه وتعالى حول موضوع القلب ومعناه. بارك الله فيك شيخنا. نحاول أن نتعمق قليلا شيخنا في موضوع أعمال القلوب في الإسلام. ما هي مكانة القلب أو مكانة تزكية القلب في الإسلام؟
طيب لو جينا حقيقة إلى موضوع الأعمال إجمالا، موضوع الأعمال والأقوال، تلاحظ بأن علماء العقيدة تحديدا أو من يتكلمون عن قضايا الإيمان، نسميهم علم الكلام، نسمي علم العقيدة، علم التوحيد، علم الإيمان، المهم من يتناول هذا الجانب، يتكلمون مثلا في تعريفهم بأن الإيمان قول وعمل. قول وعمل، يقول لك الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ثم يفصلون في ذلك فيقولون قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فعندما يأتوا إلى القول ينسبونه إلى القلب وينسبونه إلى اللسان. قول في تعريفهم قول ينسبونه إلى اللسان والقلب. فهنالك أقوال قلبية وهنالك أقوال لسانية عندما نأتي إلى القول. وعندما يأتوا إلى العمل يقولون عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، أنها أشياء مفردة، يعني كل شخص كل شيء. فدخلنا على كل في مفهوم العمل دخل معنا القلب ودخل معنا اللسان ودخل معنا الجوارح، وفي مفهوم القول دخل معنا اللسان والقلب. لاحظ الآن هنا القلب لا يكاد يخلو منه مسمى الإيمان قولا أو عملا. صحيح. قولا أو عملا. اللسان قد يخلو منه أحيانا بعض الأشياء، قد يخلو من بعض، لكن والجوارح قد تخلو من بعض الأشياء، لكن القلب ستجد أن مدار الإيمان قولا وعملا في القلب، يدور على القلب، أساسه في القلب. أساسه في القلب. إذن هنا الجانب الأول في أنه نحن عندما نتكلم عن الإيمان الذي هو أعظم ما في هذا الوجود من قيمة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالملائكة، بالرسل، بكذا، مركزه وين؟ مركزه القلب. مركزه هذا هو القلب. إذن هذا جانب. أولى الإسلام أهمية في هذا الاتجاه، لأن هذا القلب تتعلق به أعمال قولية وتتعلق به أعمال اعتقادية كالإقرار والتصديق، وتتعلق به أعمال كذلك أخرى مثل المحبة والتوكل والتصديق والخشوع والإخبات والطمأنينة إلى غير ذلك، والإخلاص إلى غيره. فهنالك جملة من الأعمال تتعلق بهذا القلب. إذن الإسلام أعطى اهتمام بالغ لمسألة القلب، وبالتالي وضعه كما ذكر العلامة الغزالي في أنه مركز فعلا، وضعه في خانة الملك الذي يحرك مملكته. والنبي صلى الله عليه وسلم سبق طبعا الغزالي في ذلك عندما يعني قال ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. والقرآن الكريم في كل التوجيهات يحرص على أن يصلح هذا القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن القرآن الكريم عندما قال ألا في الجسد مضغة. إذا كان والله القلب صالح، كل ما ترى من تصرفات للإنسان إيجابية أو سلبية فاعلم أن هنالك مخزون في داخل القلب سيء أو خير. فالقلوب الخيرة تنتج لنا أعمال خيرة، لأن كل إناء بما فيه ينضح. القلب العامر بالإيمان والعامر بالتقوى والعامر بالرضا وبالطمأنينة والتسليم لله يضخ لنا أعمالا طيبة وأقوال طيبة. القلب المليء والعياذ بالله بالكفر والنفاق والمعاصي والزندقة والتكذيب بآيات الله وغير ذلك فإنه يضخ بطبيعة الحال في أقواله وأعماله واعتقاداته وتصرفاته ما هو سيء. إذا نحن عندما نتكلم عن أهمية القلب فهو مركز بهذا الاعتبار. إذا صلح حتما سيصلح الأعضاء وتصلح الجوارح، وإذا فسد والعياذ بالله ستفسد كذلك الجوارح. وبالتالي اهتم علماء العقيدة مثلا بإصلاح القلوب من حيث التصورات ومن حيث العقائد السليمة ومن حيث ما ينتج أعمالا طيبة. كذلك علماء التصوف والتزكية اهتموا بالقلب في تطهيره. يعني إذا قلنا والله الإيمان مركزه القلب، فإن أيضا الأخلاق ستلاحظ أن مركزها أيضا القلب. مركزها القلب. فمثلا لو أخذنا صفة بسيطة، الكبر إنما يتكبر الإنسان على عباد الله، ينتج جملة من التصرفات والسلوكيات. بدايتها ابتداء هو يحتقر الآخرين، صحيح، وفي نفس الوقت يجحد الحق لأنه متكبر. فهو متكبر على الله، متكبر على خلقه.
والعياذ بالله. التكبر على الله سينتج جملة من المكفرات، والتكبر على عباد الله سينتج جملة من المعاصي والكوارث التي ربما يعني نعم. فهذه على كل، وبالتالي اهتم الإسلام اهتماما بالغا. أيضا علماء الأعمال العادية اعتبروا كذلك أن صلاح القلب مؤثر فيما ينتج عنها من أعمال، وبالتالي الإسلام في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها المرجعية الأساسية، يعني كتاب والسنة المرجعية الأساسية لهذا الدين، تلاحظ بأن هنالك اهتمام بالغ حظت به على كل هذه حظى به القلب واهتم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك شيخنا ننتقل إلى جزئية مهمة شيخنا في أعمال القلوب والقلب بحد ذاته. متى ممكن العبد يؤاخذ بأعمال قلبه؟ هو مجرد ما سميناه عمل فهو مؤاخذ به، مجرد ما سمي عمل. ويسمى عمل عندما ينتج عنه قول قلبي، إما يكون قولا أو يكون عملا. كل يعني الشيء يرد على القلب في المحطات الأولى تسمى خواطر وهموم وكذا. في مرحلة الخواطر التي لم يتشربها القلب لا مؤاخذة للإنسان، لا مؤاخذة، وترد على الإنسان خواطر كثيرة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعني رفع عن أمتي ما حدثت به نفسها. التحديث العادي تحديث الإنسان يفكر في الذنب، يفكر في المعصية، يفكر في بعض الأشياء، ولكن دون أن يترجمها إلى سلوك سلوك تصوري عقائدي أو سلوك عملي ميداني. يعني واحد منهم إما أنه والله الشخص ترد إليه خاطرة فيتشرب هذه الخاطرة، ثم يعزم على هذه الخاطرة، ثم يشكل تصور في هذه الخاطرة، ثم يترجم هذه الخاطرة إلى فعل وعمل، فتتحول هذه إلى أفعال وأعمال. الأعمال إذا تكررت صارت عوائد كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله. فما يقول ابن القيم مبدأ كل علم نظري أو عمل اختياري يقول الخواطر والأفكار. ففي مرحلة الخواطر والأفكار وهذه مرحلة لا تؤاخذ فيها. أحيانا الإنسان يشطح لأنه تفكير مجرد التفكير، لكن مجرد أن تتحدث بها أو أن تترجمها إلى سلوك عملي فإنك دخلت في القول والعمل. ما لم يخرج من القلب. أي نعم. لكن أمر قلبي، وفي الأمر القلبي ما شكلت به أيضا عملا قلبيا، لأنه أحيانا بعض الأشياء هي في القلب لكنها تشكلت في شكل عمل، مثل البغض والحب. صحيح. البغض والحب، شخص يحب الله ورسوله، وشخص آخر والعياذ بالله يكره الله ورسوله أو يكره ما أنزل الله. هو أمر قلبي كراهية، لكن الله عز وجل عبر عنها بقوله كرهوا ما أنزل الله. فتجد بعض الناس تخطر عليه إنه والله تساؤلات معينة حول ما أنزل الله، لكن أن يصل به الأمر إلى أن يكره ما أنزل الله، فإن ذلك والعياذ بالله يتحول إلى أحبط الله أعمالهم. فالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة الخواطر، مرحلة الظنون، مرحلة الأوهام، التوهمات، الأشياء هذه لا يؤاخذ فيها الإنسان، لكن بمجرد أن يترجمها إلى سلوك عملي أو يترجمها إلى اعتقادات وتصورات راسخة في القلب فإن هذه المرحلة يؤاخذ فيها الإنسان، وبالتالي يؤاخذ الإنسان مثلا على عدم إيمانه بالله، يؤاخذ على يقينه بأنه لا جنة ولا نار ولو لم يتكلم، ويعتقد أن والله ما في شيء اسمه جنة ولا في شيء اسمه نار. يعتقد بأن والله موضوع الرسل والرسالات هذه عبارة عن سحر وعبارة عن تأليفات. القرآن الكريم هو تأليف محمد عليه الصلاة، هذا كفر بلا شك، تكذيب. حتى لو لم يغادر القلب، هذه كلها يؤاخذ عليها الإنسان. بارك الله فيك شيخنا ننتقل إلى جزئية الدلائل في القرآن والسنة بأعمال القلوب. طيب، موضوع القرآن الكريم حقيقة يمكن أنا ذكرت أكثر من 130 مرة يهتم بموضوع القلب، ويهتم بالقلوب، ويهتم بأنواعها وتصنيفاتها. يعني في هذه الآيات الكثيرة التي يمكن ذكرنا فيها ستلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى ركز على موضوع القلب،
ركز على مثلا الله سبحانه وتعالى إنما يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. بعدها مباشرة قال إن الذين كفروا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ثم دخل بعد ذلك في المنافقين. لاحظ حديث القرآن الكريم في البدايات عن قضية يؤمنون بالغيب، ثم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. ثم بعد ذلك الحديث عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين. هذه التقسيمات الثلاث، تقسيمات أهل الإيمان، تقسيمات أهل الكفر، تقسيمات أهل النفاق، هذه تقسيمات قرآنية مبنية على القلوب. فالذين تلقوا القرآن الكريم واستمعوا إليه وآمنوا به وصدقوا هؤلاء صاروا مؤمنين بناء على موقف قلبي نتجت عنه سلوكيات عملية. الذين أنكروا القرآن الكريم ابتداء ورفضوه موقف قلبي ابتداء، صحيح، هم ابتداء لم يعتقدوه وبالتالي أنكروه ورفضوه، ثم حصل لهم ما حصل من ختم القلوب والأبصار والأسماع والعياذ بالله فلا ينتفعون به. الموقف الثالث هو الذي يتظاهر بأنه استجاب لهذا الأمر في القلب، ولكنه استجاب لهذا الأمر في الظاهر ولكن في حقيقته منافق، أي بمعنى يبطل الكفر ويظهر يظهر النفاق. لاحظ أنت القرآن الكريم في أوائل المصحف حاول أن يجعل هذا الإنسان منسجما من ناحية القلوب مع الجوارح فيكون مؤمنا. الصنف الثاني منسجم في الاتجاه السلبي أنه كافر ظاهرا وباطن. النوع الثالث والعياذ بالله وهم في الدرك الأسفل من النار الذي هو متناقض داخله عن خارجه. الله عز وجل يريد للإنسان أن يكون صادقا. الصادق هو الذي تتوافق أعمال الظاهر مع أعمال الباطن. هؤلاء المؤمنين. بالنسبة للمنافقين هم الذين كذبوا بآيات الله في الباطن وأرادوا أن يتظاهروا للمسلمين بأنهم من أهل. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هذا الموقف المتذبذب الذي يؤدي إلى سلوك في النهاية يرفع الثقة بين الناس ولا يؤدي إلى الطمأنينة الإنسانية، فإن هذا هو موقف المنافقين. ستلاحظ على كل القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقريبا نصت على موضوع القلوب بأصنافها. ربما نأتي إن شاء الله إلى موضوع أقسام وأنواع القلوب، لكن هنا يهمنا جدا أن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عن قضايا القلوب بشكل واسع جدا وبشكل كبير، وجعلت مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لاحظ هذه الآيات لها علاقة بالقلوب بشكل كبير، لها علاقة بالتصورات، يعلمهم الكتاب والحكمة قضايا التعليم وكذا، ويزكيهم لها علاقة بالتطهر وكذلك ستلاحظ لها علاقة في موضوع الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقضية اهتمام القرآن الكريم بالقلب في التصورات وكذلك في القلب في السلوكيات الباطنية تحديدا، هذا يعتبر من أكبر الشواهد على أن القرآن الكريم اهتم بموضوع القلوب. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية:
يا معاشر المؤمنين التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطأطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم مجددا. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم في هذا البرنامج، حياكم الله. الله يبارك. نستكمل الحديث شيخنا في موضوعنا أعمال القلوب. بداية شيخنا دعنا نتكلم عن ما هي أنواع القلوب. نعم، بالنسبة لموضوع القلب في القرآن الكريم، سبحان الله الحديث عن القلب وأوصافه يمكن تقارب أو تزيد على 30 وصف. القلب السليم والقلب المنيب والقلب المخبت والقلب ستجد سبحان الله جملة تصل معك إلى وفي الاتجاه الآخر أيضا. لكن منهم من قسم أنواع القلوب من باب حتى يسهل على الناس الوضعية، وتقسيم أيضا منطقي. قالوا القلوب تنقسم إلى 3 أقسام. القلوب تنقسم إلى 3 أقسام. القلب الأول هو القلب الحي والقلب السليم، هذا القلب الأول. القلب الثاني هو القلب المريض. طبيعة الحال القلب إذا كان معافى وسليم وحي وينبض بالحياة كالإنسان الحي، كالإنسان السوي الحي الذي يضرب في الأرض وهو ما شاء الله يتمتع بنشاطه وحيويته ولا يعيقه شيء يتحرك في هذه الأرض وهذه البسيطة. النوع الثاني من البشر هو الشخص المريض، شخص سوي وسليم وشخص آخر مريض. كذلك القلوب، هنالك القلوب المريضة. النوع الثالث من أنواع القلوب هو القلب الميت والعياذ بالله. في قلب يموت، نعم في قلب يموت، بس هذا الذي يموت هنا في إمكانية لعله يمكن أن يحيا باعتبارات معينة. ومنهم من يعتبر والله إذا وصل مرحلة الموت قد يكون هنالك صعوبة على كل في حياته. لكن نحن خلينا الآن نتعامل مع هذه الثلاث. فالقلب السليم يصفه القرآن، الأوصاف التي ذكرناها في الجوانب الإيجابية في القلب كلها تدور حول القلب الحي. فيصفه الله سبحانه وتعالى مثلا بالقلب السليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هذا الوصف الأول، فهو قلب سليم. وموصوف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الناس كل مقموم كل صاحب قلب مخموم. يعني الخمة دي نحن لا أيوه صاحب قلب ولسان، قلب مخموم ولسان وصفه النبي الصدوق. طيب قيل ما هو يا رسول الله؟ لسان الصدوق عرفناه، ما هو صاحب القلب المخموم؟ قال: كل تقي نقي. التقي النقي قال الذي لا غل فيه ولا حسد، لا غل فيه ولا حسد. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من القلب بالقلب الحي، القلب السليم.
ممكن نحن إذا ربنا يسر في الحلقة وأتيحت لنا كيف يحيا هذا القلب يصل إلى هذا المستوى. هذه قضية كبيرة، لأن الله عز وجل مثلا نحن نقول بأنه والله حياة القلوب تكون بالوحي، ما في شيء آخر. كما أن البدن يحيا بالأكل والشراب، الشيء المادي فينا يحيا بإيه؟ يحيا بالماديات، مش كده؟ يحيا بالأكل النظيف والشراب النظيف والصحة والأمور والاهتمام والرياضة، فيحيا بالماديات. القلب كذلك يحيا بإيه؟ بالروحانيات. الله عز وجل دائما في القرآن الكريم يتكلم عن الحياة في اتجاهين، يتكلم عن الحياة المادية في المياه، ويتكلم عن الحياة المعنوية بالوحي. وهذه طبعا قضية طويلة يتكلم عنها ابن القيم وغيره في مسألة الحياة وكيف ترتبط بالماء في الماديات وبالوحي في إيه؟ في غير الماديات. الله عز وجل يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هل كان ميت بمعنى ميت ماديا؟ ما كان ميت. لأن الله عز وجل قال: والله اللي ماتوا خلاص ملفهم انتهى، مش كده؟ إلا لغاية يريدها الله يحيي من يشاء، في كما هو في سورة البقرة أحيا 6 أنواع من الحياة واردة في البقرة. لكن الأصل أن من مات خلاص، إنك لا تسمع الموتى. لكن الوحي يحيي قلوب الذين يريد الله لهم الهداية. والله عز وجل أيضا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله عز وجل يحيينا بإيه؟ يحيينا بالوحي. إذن القلب الحي حياته بهذا القرآن الكريم، حياته بالتعلق بالله، بذكر الله عز وجل، بمحبته، برجائه، بالخشية منه. ولذلك الله عز وجل يقول: هذا قلب إيه؟ قلب سليم. يصف الله عز وجل أيضا هذا القلب بوصف آخر، بأنه قلب لين، لين وهين وما غليظ، وفي نفس الوقت قلب خاشع وقلب مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن إيه؟ تطمئن القلوب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وتوصف كذلك هذا النوع من القلوب وتخبت له قلوبهم، يوصف بالإخبات. فجملة من الأوصاف يمكن تصل 10 الآن، ليس المقام حقيقة حلقتك ما شاء الله يعني الزمن فيها قصير، لكن تجد سبحان الله القلب السليم، والقلب القلب المطمئن، والقلب الساكن، والقلب أيضا المخبت، والقلب اللين. هذه كلها أوصاف لإيه؟ لصاحب القلب الحي، القلب السليم. القلب السليم هو سميناه القلب الحي عشان تكون مقابل المريض والميت، خليه هو قلب إيه؟ قلب حي. قلب حي يوصف بالسلامة، يوصف بالطمأنينة، يوصف بالإخبات، يوصف بالخشوع، يوصف باللين. كل هذه الأوصاف الجميلة يوصف بها صاحب القلب إيه؟ كل شيء جميل. كل شيء جميل. طيب أصحاب القلب المريض قال في قلوبهم إيه؟ مرض. هذا نوع من الناس قال في قلوبهم مرض. إيش مشكلة هؤلاء الناس؟ أنهم والله هذا الوحي الذي جاءهم ليكون نبراسا لهم وحياة لقلوبهم لم يتلقوه التلقي القوي، لم يتلقوه التلقي إيه؟ القوي. وغالب هؤلاء والعياذ بالله هم يتصفون بالريب والشك، عدم الطمأنينة، الاضطراب، عدم اليقين، تلقي الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا النوع من القلوب، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة إيه؟ سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قال: فأي قلب أشربها نكتت، قال: حتى تصير القلوب إلى قلبين، أبيض وأسود. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذن هذا صاحب القلب المتردد الله عز وجل وصف دائما المنافقين بهذا الوصف، التردد المتذبذب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. السبب في ذلك بأنهم دائما أهل إيه؟ أهل زعزعة. زعزعة وريب، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يصفهم الله يوم القيامة كذلك كما في سورة الحديد: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم تربصتم وارتبتم. تربصتم وغرتكم. إذن هذا القلب يوصف قلنا بالريب، يوصف بالتردد، يوصف بالقسوة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يوصف كذلك هذا القلب بالقلب المريض، يوصف كذلك باللهو لاهية قلوبهم، يوصف بالغفلة
إذا جملة من الأوصاف تؤدي بنا إلى أن هذا القلب هو يعني زي ما تقول أحيانا فيه شيء من السلامة وفيه شيء من إيه، فلا هو ميت موتا مطلقا لا يستفيد أي فائدة، ولا هو سليم أيضا ينال درجة إيه أصحاب القلب السليم. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه المساكين هم في المنطقة الوسطى، في المنطقة الوسطى تارة تجتاحهم عواصف الشر والعياذ بالله والفتن، وتارة إذا وجدوا أيضا من يأخذهم إلى الخير أيضا يمكن أن، وهي منزلة سبحان الله منزلة مساحة واسعة من البشر، فلا هم صفت قلوبهم وتجاوزوا الشبهات والشهوات، ولا هم أيضا ماتت قلوبهم، فعلى كل يصارعون. وهذا القلب عموما قد يكون أيضا من القلوب اللي على كل يرجى لها إن شاء الله الخير ويرجى لها السلام. القلب الأخير والعياذ بالله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل واحد منا من المسلمين من أنواع هذا القلب، هو القلب الميت. القلب الميت أصحابه هم الكفر والمنافقون كفرا اعتقادي، والمنافقون نفاقا اعتقاديا. هؤلاء ستلاحظ بأن قلوبهم إيه؟ ماتت قلوبهم. هذا القلب الميت يصفه الله سبحانه وتعالى بأنه قلب كافر، يصفه بأنه قلب منافق، يصفه الله بأنه قلب يعني ختم عليه، يصفه الله سبحانه وتعالى بأن قلوبهم أقفلت، يصفه الله سبحانه وتعالى بأن هذا القلب عليه ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الأوصاف اللي فيها القفل وفيها الغطاء وفيها الإقلاق، هذه دائما هي لأصحاب القلوب الميتة. فعلى كل بالتدبر إن شاء الله لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إلى هذه الأوصاف الثلاثة، المشاهد يمكن إن شاء الله أن يستفيد كيف يستطيع أن يفرق هذا القلب من كل الأوصاف التي وصفت بها القلوب السيئة. يعني عندنا 26 وصف تقريبا لأصحاب القلب المريض والقلب الميت، 26 وصف، وعندنا في حدود 10 أوصاف تقريبا لأصحاب القلوب إيه؟ الحية. فنحن محتاجين أن نجاهد أنفسنا إن شاء الله حتى نخرج من خانة المرض ومن خانة كذلك الموت والعياذ بالله. بارك الله فيك شيخنا وردنا سؤال الآن من أحد المشاهدين في جزئية موت القلب. نعم. في حال أن القلب مات، هل ممكن أن نقول عليه أنه ختم عليه أو الله ختم عليه فعليه مات القلب؟ نعم، هكذا جاء السؤال. على كل من تدبر القرآن الكريم بشكل عام، الأوصاف التي ترد للختم والقفل وكذا هي فعلا مرحلة متقدمة من العصيان والتمرد على الله سبحانه وتعالى. ختم الله على قلوبهم. لكن ستلاحظ من زاوية أخرى المشركون والكفار قبل إسلامهم كانوا إيه؟ كانوا أموات. أو من كان ميتا فأحييناه. لكن إذا وصل الإنسان في العداوة مع الله، العداوة مع المؤمنين، في محاداة الله ورسوله، أحيانا قد يصل مرحلة الختم. يعني في أوصاف للقلب الميت لم تصل مرحلة إيه؟ ربما مرحلة القفل والأختام والران. يعني هو قلب ربما يكون في مرحلة المرض، والمرض نفسه أنواع، قد يكون في أمراض فعلا متقدمة جدا يمكن قابلة لأن تؤدي بك إلى الموت، وفي أمراض لا تؤدي بك عادية. فهذه المنطقة الوسطى على كل هي المنطقة التي يحصل فيها التجاذب بين القلب السليم والقلب الميت والعياذ بالله. تمام شيخنا الطرف الآخر شيخنا من السؤال، يذكر أنه في كتاب التصوف أن أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح. نعم. وأنه مدار للقبول أو الرفض. نعم. صحة ذلك شيخنا أو حدثنا عن ذلك. صحيح. هي قضية أعمال القلوب هي كونها أصل وكونها أهم، هذه بلا شك، يعني لا شك فيها. يكفي أن كثير من أعمال القلوب يكفر صاحبها، بينما كثير من أعمال الجوارح لا يكفر صاحبها. لاحظت؟ يعني وكثير من أعمال القلوب يمكن أن تكون كبائر، بينما كثير من أعمال الجوارح قد لا تكون كبائر. صحيح. إذا أنت عندما يتكلم العلماء ويتكلم العارفون بالله سبحانه وتعالى وبالسلوك الإنساني والناظرين كذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدركون بأن والله كل الأعمال، أعمال الإنسان أو أعمال المتعلقة بالإنسان في جوارحه متعلقة بأصل في قلبه. يعني كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أصدق الأسماء همام وحارث، الهم يسبق الحرث. همام وحارث. الهم هو كل ما يتعلق بأعمال القلوب،
التصورات، العقائد. يعني لا يمكن لشخص سبحان الله أن يفعل أمر، أن يقع في أمر إلا وقد سبقه تفكير. يعني لا يمكن لشخص يقول لك والله أنا مباشرة مشيت زرعته وهو ما فكر في الزراعة أصلا. لذلك ابن القيم لما قال مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري، قال الخواطر شنو؟ والأفكار. فإنها تتحول إلى تصورات، والتصورات تتحول إلى تصورات، والتصورات تتحول إلى إرادات، والإرادات تتحول إلى عزائم، والعزائم تتحول إلى أفعال. قال والأفعال إذا تكررت صارت عوائد. قالوا إذا تحولت إلى عوائد يصعب الانفكاك بها. فأنت إذا أردت أن تحارب سلوك ما يجب أن تحاربه وين؟ في مرحلة الخواطر والأفكار. في البداية بداية المشكلة. أضعف نقطة هي نقطة الخواطر والأفكار، تستطيع أن تدفعها مباشرة، لأنه مجرد هاجس ما أيوة. ما ترجم إلى عمل. نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا نحن نصارع في المراحل الأولى، لأنه إذا كان والله تحولت إلى تصورات، خصوصا الشبهات، تبقى في مشكلة. كثير من الناس سبحان الله يخالط أهل الأهواء ويخالط أهل المعاصي ويخالط أهل الإلحاد وكذا، وهو يقول لك أنا سأجادلهم، ولا يمتلك الأرضية العلمية مثلا التي يستطيع أن يكافح بها، أو يتتبع أهل المعاصي والذنوب. فأهل الشبهات يسوقونك إلى العقائد الفاسدة، وأهل الملاهي والشهوات يسوقونك إلى ملاهيهم وشهواتهم. هؤلاء يوقعونك في الذنوب والمعاصي، وأولئك يوقعونك في الكفر والإلحاد والزندقة قبل أن تتمكن. فإذا أردت على كل أن تدخل إلى هذه المعركة يجب أن تتسلح بسلاح قوي. وبالتالي أنا في رأيي الذين يقولون بأن فعلا أعمال القلوب هي الأساس، أن الله عز وجل لما قال المؤمنون أو لما يعني تساءل المؤمنون كيف نصاب بالهزيمة وفينا رسول الله وفينا أبو بكر وفينا عمر، مش كده؟ صحيح. الله عز وجل كيف رد عليه؟ قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند إيه؟ من عند الله، من عند أنفسكم. قال قل هو من عند أنفسكم. طيب من عند أنفسكم كيف فسرت؟ فسرت بالآية الثانية نفس في سورة آل عمران، قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وصف دقيق، أعطاهم تماما وصفة للمشكلة التي وقعتم. لما وقعت الهزيمة؟ وقعت 1 2 3. نعم. لكن لاحظ سبحان الله هذه الهزيمة فيها جانب قلبي كبير وهي إرادة الدنيا. فلو لم يكن هنالك إرادة للدنيا ما كره الناس الجهاد، ولو لم يكن هنالك إرادة للدنيا ما تملق الناس للطغاة. مشكلة في النية، فيه قضية قلبية. فإذا حررت قلبك من الشهوات والشبهات فإنك تستطيع أن تحررها من كثير من القضايا. إذا استعبدت في دائرة الشهوات والشبهات فستصير عبد والعياذ بالله بحياتك كلها، سلوكك كله سيتغير، حياتك كلها العملية ستتغير. وبالتالي مسألة طهارة القلوب ونقائها وصفائها والتحرر من كل شهوة في الداخل في هذا القلب فإنك ستتحرر بإذن الله. وبالتالي سبحان الله حتى في مفهوم الحرية عند المتصوفة لا مفهوم عميق جدا له علاقة بالإرادة عندهم. فالشخص الذي تعلقت إرادته بالله وتحرر مما سوى الله حريته يقول لك أعمق بكثير ممن أسرته الشهوات والشبهات. وبالتالي عندهم مفهوم الحرية لا يرتبط فقط بالهيجان الخارجي، مفهوم عميق. بمعنى هل أنت عندما تقدم على إرادة شيء، عندما تقدم على فعل شيء، هل نابع من إرادة ذاتية تلقائية وقناعة حرة في الداخل، أم أنك أنت والله أسير لإيه؟ أسير لضخ إعلامي مثلا. الذين الآن يقعون مثلا في دوائر الإلحاد ويقعون في دوائر الشذوذ الجنسي وغيرهم هنا، هل فعلا حقيقة يمارسون حرية أم أنهم والله ليسوا أحرار؟ أكثرهم لا يعلمون شيخنا ماذا أكثرهم لا يعلمون. فهذه الجزئية مهمة جدا كما تفضلت، ونحن بحاجة إلى تطهير القلوب وصفائها ونقائها ليؤدي ذلك إن شاء الله إلى صفاء الأعمال ونقائها. بارك الله فيك شيخنا ختاما، مظاهر قوة القلب وضعفه. مظاهر سؤال والله شوف يعني هو سؤال طويل، لكن خلينا نختصر ونلخص هذه أهم مظهر لقوة القلب وضعفه أو مرضه أو موته. القياس الأول، الترمومتر الأول هي علاقتك مع الله. أهم شيء كيف العلاقة مع الله؟ هل والله أنت متعلق بالله
أم متعلق بغيره. علاقة المخلوق بالخالق. أيوة، علاقته ده أول نقطة. هل تحب الله؟ هل ترجو الله؟ هل تخاف من الله؟ هل تخشى الله؟ هل هنالك إخبات من الله سبحانه وتعالى؟ هل تصورك عن الإله تصور صحيح، بحيث والله هذا القلب فعلا تصوره عن إلهه وعن خالقه تصورا صحيحا، أم أنه والله تصور مليء بالشرك والإلحاد والكفر والزندقة والنفاق؟ هذا الجانب الأول، وهذا موضوع طويل، كيف تعزز العلاقة مع الله، موضوع طويل يعني يحتاج حقيقة إلى حلقات. الموضوع الثاني بعد أن حددنا علاقتك مع الله، ما هو علاقتك مع رسالة الله؟ هذه الرسالة التي بعثها الله إليك، هل والله هذه الرسالة أنت متعلق بها، متشبث بها، ترى فيها الهداية، فيها النور، فيها الطمأنينة، فيها السكينة، فيها كذا، أم أنه والله علاقتك بالرسالة ضعيفة؟ ما الله سبحانه وتعالى مراده من العبد لخصه في الرسالة، قال لك والله أنت تحبني، أنت تعترف بخالقيتي، أنت تعترف بألوهيتي، تعترف بربوبيتي. نعم، هذه هي الرسالة التي أنا أريدها منك. فسر المحبة بالأفعال. نعم، فمن قويت صلته بهذه الرسالة قوي قلبه، لأنه يحيا بالرسالة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ومن ذكر الله تلاوة القرآن الكريم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه، تحيا بهذه الرسالة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالله يدعونا إلى الحياة الحقيقية في هذا الكتاب. إذا نحن على كل يعني يمكن أن نقيس بالذات بهذين الأمرين، علاقتنا بالله سبحانه وتعالى توحيدا ومحبة ورجاء وإخلاصا وهداية وتقوى وتوكلا وقطع العلائق عما سوى الله. هذه مسألة خطيرة جدا، إذا بلغها الإنسان طبعا مرحلة كبيرة جدا. اللي قطع العلائق. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هذه العلائق ما يتعلق بها القلب، قلوبنا متعلقة بهذه الثمانية أشياء. قطع العلائق هذه وبترها والتعلق بالله وحده، وأن لا تأخذ من هذه إلا ما يعينك على السير إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مرحلة كبيرة جدا يقاس من خلالها حياة القلب ومرضه. كذلك الرسالة زي ما ذكرت، كذلك علاقة الإنسان بالخير وحبه للخير وحبه للحق وحبه للجمال. هذه كلها من الأشياء التي قضايا الحق والخير والجمال، هذه من القضايا الكبيرة جدا أيضا، التي كلما الإنسان ارتقى فيها كلما كان أدى ذلك إلى حياة قلبه، وكلما ابتعد عن هذا الحق والخير والجمال كلما قسى قلبه والعياذ بالله. فعلى كل هذه باختصار شديد جدا يمكن للإنسان أن يدرك أنه إلى أي مدى هو والله فعلا قلبه حي أو قلبه ميت. يعني بعض الناس والعياذ بالله تجد علاقته صفرية مع القرآن الكريم، علاقته صفرية مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علاقته صفرية مع أهل الإيمان، لا يعيش همومهم ولا يعيش أحلامهم ولا يعيش تطلعاتهم، إنما هو شخص قلب مريض حتى ولو زعم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أين ترجمتك لهذه الكلمة محمد أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله؟ ما هو الطريق الموصل إلى لا إله إلا الله؟ ما هو الطريق الذي يجعلك فعلا من أهل لا إله إلا الله؟ ما هو الطريق الذي يجعلك من أهل محمد رسول الله؟ هذه الشهادة شهادة عظيمة جدا إذا كان الناس حقيقة ينتبهوا إليها. والله يا شيخنا صراحة حديث لا يراد قطعه، ولكن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. جملة ختام: ما سمي القلب إلا من تقلبه، والرأي يصرف والأهواء أطوار. السلام عليكم.